مرحبا. بيت واضح أن المشروع الأمريكي للمنطقة مشروع السلام والتطبيع مع إسرائيل يسير بخطوات سريعة جدا. لبنانيا ما هو مطروح على الطاولة إما التطبيع أو كل أنواع الضغوط التي ستمارس سواء عسكريا سياسيا، وكل أوجه الضغوط مستعدة الولايات المتحدة الأمريكية كما إسرائيل يمارسوها لبنانيا للذهاب باتجاه التطبيع. هذا ما بات واضح. أبعد من ذلك اليوم هناك خشية من ضربة عسكرية كبيرة توجهها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإيران. على ما يبدو هناك أيام أو أسبوع أو أسبوعين فاصلين في هذا المجال، إما يتم الاتفاق مع طهران أو أنه هناك ضربة محسومة عسكريا بحسب المعلومات. في هذا الجو الضغط كله، أعلن وزير الداخلية اليوم أن وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية التي ستجري بعد شهر بالتمام. لكن على ما يبدو هناك كتار عم بيعولوا أنه هذه الانتخابات ستؤجل في اللحظات الأخيرة، لأنه التطورات الميدانية والعسكرية سواء في لبنان أو بالمنطقة توحي أننا نتجه للأسوأ، وبالتالي حتى الساعة يمكن القول أنه لا حماسة ولا عمل جد بلدي قبل أقل كما قلنا من شهر، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول شكل هذا الاستحقاق، كيف سيكون نتائجه، خاصة أنها ستكون ملزمة ل6 سنوات. وبالتالي هل سيتم سلق هذا الاستحقاق سلقا أو حقيقة سيؤجل في الربع ساعة الأخيرة؟